جماعة هنا دلوقتي في الورلد تريد سنتر. الساعة دلوقتي 2 الفجر. آه كنت بتمشى بصراحة في شوارع نيويورك بالليل. الدنيا الدنيا كويسة، الدنيا حلوة. آه زي ما انتم شايفين كده المحلات كلها قافلة. أنا يعتبر لوحدي في المكان هنا. انتوا شايفين ده؟ دي محطة مترو الورلد ستريت سنتر. عشان هي جنب مبنى التجارة العالمي حصلت فيه الأحداث يعني بتاعت أحداث سبتمبر. فقلت بصراحة أوريكم أو نشوف مع بعض، هل المترو في أمريكا أمان بالليل؟ بس اللي ممكن ناخده، هل أمريكا أمان بالليل ولا لأ؟ حاول مرة أروح متأخر كده، فخلينا نشوف كده إيه. هل هنتعرض لموقف وحش ولا إيه الدنيا يعني؟ خلينا نشوف. المفروض إن إحنا هناخد مترو اللاين رقم 1. المحطة هنا أو يعني المكان هنا يعني مختلف طبعا عن المحطات. هنشوف شكل المحطات أساسا بيبقى عامل إزاي. المنظر يعني بيبقى صعب شوية. المترو عندنا بصراحة أحلى بكتير. من رأيي رأيي المتواضع يعني. لا، المترو عندنا أحسن بكتير. طبعا هنا المترو على فكرة هو بيبقى شغال 24 ساعة. 24 ساعة تقدر إن أنت يعني تستخدم المترو براحتك. المترو والباصص وحتى الفيريز أو اللي هي العبارات. الناس اللي بتبقى ساكنة في ستاتن ايلاند بتروح مثلا من مانهاتن أو بروكلين لستاتن ايلاند، بيبقى فيه عبارات كده وأتوبيسات برضو. كل ده بيبقى شغال 24 ساعة هنا في نيويورك. ده مش في كل الولايات بس هنا تحديدا. ال- المدينة هنا بيبقى فيها يعني شبكة المواصلات بتبقى شغالة 24 ساعة. طلع المترو كارد بتاعنا. ادي المترو كارد. انا دخلت الدخلة الغلط تقريبا بس عادي مش مشكلة. يمكن ده البوليس ورايا. عايزين اوكي 42 24 242. أو بس كل حتة. الهومليس هنا نايمين في المترو زي ما انتوا شايفين. حتى استغربت ايه الصوت ده. بصيت حواليا لقيت فكرة دي واحدة ست كمان، مش راجل. فأتوقع هنا أي حاجة. وعايز أقول لكم إن المحطة هنا يعني اللي أنا داخلها دي شكلها نظيف أساسا عكس المحطات التانية. اوكي شوف المحطة بتاعتي ولا لأ. كورتلاند
think ان انا مش في المكان الصح تقريبا. اتلخبطت انا تقريبا. نشوف. دي محطة المترو في الورلد تريد سنتر زي ما انت شايف. كده هنستنى بقى كده شوية القطر هنا في المكان الصح عامة. استنى بقى القطر لسه قدامه بتاع 5 دقايق كده، فنستناه هنا و... ونشوف بقى ونصور جوه القطر، نصور المحطات، نشوف الدنيا كده. آه وخير إن شاء الله، عشان برضه متوتر شوية. الدنيا هنا مش آمن حاجة عامة، بس هي محطة المترو اللي أنا فيها دلوقتي هي أمان، هي أمان. بس برضه يعني باقي المحطات مش آمن حاجة. هنشوف، خلينا نشوف. برضه خليني أقول لكم الشاشات اللي ورايا دي بتقول لكم كده المواعيد فاضل قد إيه. يعني كده مثلا فاضل دقيقة أو دقيقتين تقريبا. دقيقتين فاضل دقيقتين على الباص بتاع على المترو بتاعنا. خلينا نشوف. طبعا زي ما انتم شايفين يعني المترو فاضي خالص، فاضي جدا. ده كده القطر، كده القطر وصل. هو جه بدري كمان. المترو فاضي وهنحاول ان احنا نصور. المترو فاضي وهنحاول ان احنا نصور كده يعني شكل خفيف شوية.
como que la gente tipo quiere quedarse más en su cabeza. ¿Tú qué dices? Hay más en cierto momento. ده كده اوفر الفيديو. انا مستغرب بصراحة، الدنيا زحمة دلوقتي، الدنيا نص الليل يعني. انا حتى لما جيت الدنيا كانت افضل من كده بشوية، معرفش الدنيا هنا. انا مستغرب بصراحة الزحمة دي. ما تخيلتش خالص ان الدنيا تبقى زحمة بالشكل ده. So overall يعني دينا هنا وصلنا هارلم في منهاتن. الدنيا كويسة، الدنيا تمام، الدنيا مش خطر. بس بتحصل حوادث، ريحة المخدرات في كل حتة في الشوارع بالذات، كمان بتبقى اكتر في المترو. فلو انت او انتي جايين هنا امريكا وناويين تستخدموا المترو كتير، اعملوا حسابكم ان الدنيا هنا مش انضف حاجة.
مترو ريحته يعني مبولة، حرفيا هي مبولة. الناس هنا او الهوملس تحديدا اللي قاعدين في المترو هم ما عندهمش مكان يدخلوا فيه الحمام، ومفيش حمامات موجودة في المترو. معرفش ده موجود في كل المحطات ولا لأ، بس يعني معرفش في محطات فيها يعني حمامات ولا لأ، بس أغلبها أظن لأ، مفيش حمامات يعني. عشان كده أنا دلوقتي أنا شميت ريحة المخدرات تاني. ناس بتدخن عادي الصبح وبالليل في أي وقت ناس بتدخن. يعني كمان شدت كمان، أنا شدت أوي. المهم لازم تاخدوا بالكم، الدنيا هنا برضه مش أحسن حاجة. معرفش انتوا شايفين ولا لأ، بس هنا برضه الزبالة حواليا في كل حتة. الناس هنا بتسيب الزبالة في الشارع علشان عربية الزبالة بتيجي تلمها تاني يوم. بس احنا كده دلوقتي خلاص وصلنا. ده كان الفيديو، كنت حابب اوريكم واعرفكم هل الدنيا امان هنا بالليل الفجر. دلوقتي داخلين تقريبا، يعني الطريق كان طويل، فاحنا دلوقتي دخلنا على الساعة 3 كمان، 3 بعد نص الليل. الدنيا زي ما انتوا شايفين كده، يعني كانت زحمة في المترو، بس لما طلعنا بقى في الشارع مفيش حد. في ناس هنا بقى واقفة. بص الزبالة يا جماعة، بص الزبالة. عشان اللي بيقول ان امريكا نظيفة، الكلام ده مش صح. والزبالة يعني اول عدم النظافة ده موجود في كل مكان تقريبا، موجود في كل مكان. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. يعني اتمنى يكون فاتكم في حاجة. متنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب. استنوا الفيديوهات اللي جاية اللي هنتكلم فيها عن حاجات كتير جدا عن السفر. واشوفكم في فيديو جديد.